مرحبا شباب وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يابا شباب وبنات، هذا الحساب مال الفيس مالتي اللي افتح بيه بث مباشر. باقي الحسابات اني ما اتحمل مسؤوليتها. تنشر صورة مال بنية او يطلب من عندكم شي او يطلب من عندكم هاي، واكو ولد من الديوانية جاي ينشر فيديوهات الي وجاي مستخدم صفحة ثانية باسمي، وجاي يطلب من بناتي يدزن صور، وجاي يطلب من بناتي يدزن رصيد. هذا مو انا، هذا الحساب مالتي. شوفوا تلقون بيه 55 ألف متابع و807. هذا الحساب مالتي الأصلي حيدر عبد الجبار، وراح أخلي لكم الرابط مال الصفحة مالتي اللي أبث بيها بالوصف. وهذا حساب الثاني باعوا، هذا الحساب مالتي الثاني حيدر سيتاو، انتبهوا له كل الزين. هذا الحساب مالتي الثاني، وهذا الحساب نفس سيتاو وحيدر سيتاو، وهذا حساب اللي أبث بيه حيدر عبد الجبار. باقي الحسابات ما أتحمل مسؤوليتها، أوكي؟ ما أتحمل مسؤولية كل شيء يصير. مو بعدين وتجون تقولون صورة طلعت، او بنية تهددت، او بنية نشر لها فيديو، او بنية تسوى لها شيء. انا ما اتحمل مسؤولية كل بشر. انا هذا حسابي، وراح اخلي لكم الرابط مالتي بالوصف على مود تتأكدون. وكل واحد يشوف الفيديو يدخل على الوصف يلقى الرابط مال الفيس مالتي والمتابعين، واللي يلقى البث مالتي بالصفحة وينزل يلقى البثات كلهن، اللي يتأكد هذا حسابي. مو تدخلون حي الله على الحسابات هاي الباقية وتدزوا لها طلبات لمن تتأكدون من حساباتي من فدوة أروح لباطاتكم. سيزز مزز فان فان كيو سام هيرلي. هذا حسابي مال الفيس الأصلي حيدر عبد الجبار، وهذا اليوزر اللي حاط عليه سمايلات مال الانستغرام، اللي هو الانستغرام مالتي هم اسمه حيدر عبد الجبار. تحياتي لكم وتحياتي لكل بشر يتابعني. اتمنى من كل الشباب ينتبهون للحسابات المزيفة اللي مو باسمي، وينتبهون للشباب اللي جاي يسوي حسابات باسم ناس غيرها. وعيب على ابن الديوانية اللي يمشي بشخصية واحد غيره، عيب عليه. يضحك على البنات يقولهن دزل لي رصيد، يضحك على البنات يقولهن فتحن كاميرا انا حيدر. وشباب انا ما اعرف اقرا، واللي راسلكم كتابه هذا مو انا. اذا بشر راسلكم كتابه هذا مو انا، لان انا ما اعرف لا اقرا ولا اكتب. واقول الله يطيح حظه اللي يستغل بنيه ويضحك عليها، مثل ما تضحك على بنيه باكر عقبه يضحكون على اختك. بنيه تريد تتونس، بنيه ضايجه، بنيه شافت هذا الانسان يونسها ويضحكها ما غلطت. هم عندنا اخوات، وهم عندنا اخوات يتابعن، وهم عندنا اخوات يتابعن قنوات ويتابعن بث بس مو بث يتابعنا يعني صارت مو زينه لا تابعت بث. عيب عيب. من تريد امشي بشخصيتك. شنو ما عندك شخصيه؟ سوي مثلي او اصعد وخلي الناس تحبك، بس خلي الناس تحبك باسلوب حلوه، مو تستغلهم. تحياتي لكل واحد راح يشوف الفيديو، وراح اخلي لكم الرابط بالوصف. واهم شيء لايكاتكم على الفيديوهات مالتي. تحياتي لكم، اخوكم حيدر سيتاو من الناصرية من الاسكان الصناعي. وانبهكم قرايه وكتابه ما اعرف اقرا، اللي راسلكم كتابه هذا مو انا. تحياتي لكم وتحياتي لكل الشباب، وتحياتي لكل بنية عراقية، وتحياتي لكل شاب عراقي. تحياتي لكم شباب وبنات. انبهكم، هذا الولد اللي جاي يستخدم حسابي الثاني ومسوي حساب، هاي مراسلته ويا البنات، انتبهوا لها. هاي مراسلته ويا البنات، انتبهوا شنو حكيه شنو كلامه. أنا ما أعرف أقرأ، بس انتبهوا شوفوا شنو كلامه ويا العالم ويا الوليد ويا البنات. هذا اللي جاي يستخدم شخصيتي من أهل الديوانية، انتبهوا له. شوفوا محادثته، بس والله عيب يعني ما عنده شخصية. وأنا ما أعرف أقرأ. على العموم هاي الكتابة هني لا كاتب لا أعرف أقرأ لا أعرف أكتب. انتبهوا شوفوا من تحت شخصيتي، ويراسل البنات ويضحك عليهن ويريد يستغل البنات، والبنات مصدقات هو اني، بس هذا مو اني والله العظيم. انتبهوا شوفوا محادثته، انتبهوا له، انتبهوا لمحادثته. يقول انا حيدر. عيب يعني
والله عيب. يعني شنو، ما عندك شخصية؟ مو أهل الديوانية كلهم زينين، أهل الديوانية كلهم زينين، عيب. وهاي راح أرجع لكم على وجهه. اللي ما مقتنع بنفسه وما مقتنع بشخصيته انتبهوا له، هو هذا اللي متحد شخصيتي. تحياتي لكم. فانتبهن بنات اللي جاي يتابعني والشباب اللي جاي يتابعون، انتبهوا له، هو هذا. اوكي.